السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وأكلة ووصفة سهلة. هعمل معاكم النهاردة المقلوبة بطريقة سهلة جدا، طعمها حكاية. هنعملها بأقل التكاليف ومش هنحتاج فيها غير صدر فرخة واحد. تقدري تزودي انتي الكمية على قد ما انتي عايزة، على قد كمية الرز اللي هتعمليها وعلى قد عدد الأفراد اللي هياكلوا منها. أكيد مفيش أسهل ولا أوفر من كده. هنعمل أكلة جميلة جدا. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول ونشوف هنعملها ازاي. في طاسة على النار هحط فيها شوية من الزيت وهنحط فيها قطع الفراخ بتاعتنا. طبعا الفراخ دي هنبقى غسلينها كويس الأول بمعلقة من الملح ومعلقة سكر ومعلقة من الدقيق وعصير ليمونة. هنغسلهم كويس قوي، بعد كده هنصفيهم وهنسيبها لما تتصفى وتنزل كل المية اللي فيها. بعد كده هنبتدي نحمرها. هحمرها عادي على الناحيتين كأني بحمر فراخ مسلوقة بالظبط. بعد كده هنديها رشة من الفلفل الأسود، كمان هحط عليها عصير ليمونة. عصير الليمون والفلفل الأسود واحنا بنحمرها كده بيخلي ريحة الفراخ حلوة قوي، وبيضيع أي زفرة فيها. أول ما الفراخ تاخد لون أحمر حلو كده هنقلبها على طول. اهو زي ما انتوا شايفين عايزينها باللون الجميل ده، كأننا بنحمر الفراخ المسلوقة بالظبط. زي ما انتوا شايفين ده صدر فرخة، هو كبير شوية، مقطعاه حتت صغيرة. هحمره طبعا من جميع الاتجاهات كويس قوي. بالطريقة دي بياخد معايا سوا حوالي 60-70%. اما بنحمر الفراخ بالشكل ده لما بتيجي تستوي مع الرز بتديله طعم وريحة حلوة قوي. خلاص كده الفراخ اتحمرت معايا زي ما انتوا شايفين اهي. بعد كده هنزل في نفس الزيت ببصلتين كبار مقطعهم زي ما انتوا شايفين. مش هنستخدم تاني في اكلتنا خالص اي زيوت او اي دهون تانية غير اللي احنا محمرين فيها الفراخ دي. هندي البصل تشويحة خفيفة كده، بعد كده هنزل عليه ب3 فصوص من التوم على طول. قبل كمان ما يدبل هو هقلبه تقليبة واحدة بس، بعد كده هنزل عليه بالثوم. هديلهم برضو تقليبة واحدة سريعة كده مع بعض، بعد كده هنزل عليهم بالجزر. الجزر طبعا هنبقى مقطعينه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، او تقطيع الخضار عامة يرجع لك انتي، قطعيه بالطريقة اللي تريحك. هنشوحهم برضو مع بعض شوية، بعد كده هنزل عليهم بقرن فلفل اخضر بس ده في الاخر. بعد كده حطيت ليمونة مجففة وعود من القرفة. بعد كده على طول هنزل ب3 حبايات من الطماطم مقطعهم برضو دواير زي ما انتوا شايفين كده. الخضار بتاعنا بنحطه كله كده ورا بعضه على طول، يدوب بس بنديله صدمة في الزيت. ما احناش عايزين نسوي اي حاجة خالص عشان الخضار ما يتهريش.
زي ما انتوا شايفين هي تقليبة واحدة وطفيت النار على طول. بعد كده هحط بقى معلقة من الملح، طبعا ده وانا طافية النار دلوقتي، ومعلقة من الكزبرة الناعمة، وهحط رشة صغيرة من الكمون. بعد كده هحط معلقتين من بهارات الكبسة، لو عندك بهارات الكبسة هتحطي، ما عندكيش هتحطي من اي نوع بهارات تانية يدي ريحة حلوة للأكلة بتاعتنا. بعد كده هحط معلقة من الكاري ومعلقة من الكركم، هقلبهم مع بعض تقليبة سريعة طبعا زي ما اتفقنا، كل ده والنار مطفية. زي ما قلت لكم قبل كده الخضار احنا بنديله صدمة خفيفة في الزيت مش اكتر. بعد كده هاخد الخضار وهحطه على الفراخ، هقلبهم مع بعض تقليبة خفيفة خالص كده، بحيث بس ان انا انزل الخضار تحت شوية. بالراحة كده من غير ما نضغط على اي حاجة خالص. بعد كده هحط عليهم مية مغلية على طول. طبعا بعد تحمير الفراخ وتشويح الخضار ده ما ينفعش نحط مية باردة خالص، لازم المية بتاعتنا تبقى بتغلي. هولع عليهم النار بقى حوالي 10 دقايق بس، مش اكتر من كده، 10 دقايق 5 دقايق، لحد بس ما الخضار كده ياخد ويدي مع الفراخ، وكل حاجة تندمج كده مع بعضها وتنزل الصوص اللي فيها في الشوربة، والتوابل والبهارات اللي حطيناها كله يندمج مع بعضه كده في المية. وهنحط مكعبين من مرق الدجاج، بتخلي طعمها تحفة جدا. زي ما انتوا شايفين مش هنغليهم كتير خالص علشان الفراخ ما تتهريش مننا. طبعا الفراخ مستوية تعتبر 3/4 سوا في التحمير، والخضار بتاعنا متشوح في الزيت. كل ده مش هيكمل 10 دقايق بس يغلوا مع بعض. بعد كده اكون غاسلة الرز ومصفياه كويس. زي ما انتوا شايفين الخضار طلع الخلاصة اللي فيه، كل حاجة كده طلعت في الشوربة، طعم وريحة الفراخ طلع في الشوربة، كمان الشوربة خدت لون حلو قوي. هبتدي بعد كده انزل عليهم بقى الرز بعد ما غسلته وصفيته كويس. وهنا بقى لازم نخلي بالنا من نقطة مهمة جدا. اول حاجة احنا لما بنحط الرز احنا مش بنقلبه مع الفراخ والخضار، احنا بنوزعه بس في الحلة بالراحة خالص بالمعلقة زي ما انتوا شفتوا كده. تاني حاجة الرز بتاع المقلوبة لازم نزوده حبتين، يعني بنحطه بزيادة شوية، هو بيحتاج شوربة كتير شويتين. بعد كده بنفتح غطا الحلة كل شوية على الرز، وبنعمل فتحات بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي في قلب الرز عشان ادخل له الشوربة. زي ما احنا عارفين الرز بتاع المقلوبة مش بيتقلب خالص، وطبعا هنبقى موطيين النار خالص. خلاص كده هرجع اغطي عليه الغطا وهسيبه بقى يكمل سوا براحته. خلاص كده هنسيب المقلوبة بتاعتنا تستوي براحتها على نار هادية خالص. في الوقت ده هنروح بقى نعمل سلطة الدقوس. طبعا سلطة الدقوس دي لا غنى عنها جنب المقلوبة او الكبسة، جنب المشويات بتبقى تحفة جدا. معايا زي ما انتوا شايفين هنا حبيتين 3 من الطماطم، وفصين من الثوم، وقرنين فلفل، قرن شطة وقرن فلفل بارد. وطبعا هحط معلقة كبيرة من ورق البقدونس. هروح بقى افرمهم في الكبة وارجع لكم تاني. وده شكلها بعد ما ضربتها في الكبة. طبعا الكبة بتفرمها فرم خشن مش بتنعمها، وهو ده طبعا المطلوب. بعد كده هحط معلقة من الملح، رشة صغيرة من الكمون، ورشة صغيرة من الكزبرة الناعمة، وهنعصر عليها ليمونة. بعد كده هحط معلقة برضو صغيرة من الخل. هنقلبهم بقى مع بعض كويس، وبكده تبقى خلصت معانا سلطة الدقوس. بجد طعمها وريحتها بتبقى خطيرة، حاجة كده من المقبلات اللي بتفتح النفس على الأكل.
هاخدها بقى افضيها في الاطباق بتاعتي. اجيب بقى ورقتين من البقدونس كده وهحطهم على الوش. هنركنها بقى على جنب وهنروح نشوف المقلوبة بتاعتنا استوت ولا لسه. خلاص كده المقلوبة بتاعتنا استوت زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى نقلبها على الصينية بتاعتنا. نجيب فوطة كده ولا اي حاجة ونخبط عليها من فوق علشان الحلة بتبقى طبعا حامية مولعة. اهم حاجة ان سواها يبقى مظبوط وما تبقاش لازقة او شايطة مننا. تمام كده، ما شاء الله طالعة تحفة جدا زي ما انتوا شايفين. نجيب المعلقة بقى ونفتحها كده ونطلع الفراخ ونسيبها تتهوى وهنقدمها على طول وهي سخنة. طبعا المقلوبة ده عشان تطلع واخدة اللون الأصفر الكناري ده، حطلها طبعا كركم وحطلها كاري. انت لو حابة بقى لونها يبقى أحمر هتضيفي لها صلصة، وانت بتشوحي الخضار هتضيفي لها صلصة وهتضيفي لها معلقتين من البابريكا. ريحتها حلوة قوي، طعم الرز فيها بجد بيبقى خطير. وبكده ابقى خلصت معاكم طريقة المقلوبة. اتمنى تجربوها بالطريقة دي، ان شاء الله هتعجبكم. دمتم في امان الله وبألف هنا وشفا.